انا بتحس ان المايك ده مش بياخد الصوت كويس. هغيرك بس معيش فلوس. ادعموني، ارموا لي اسد او 7000 جنيه ونص. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد. ما عادش بتاخر، بقت المرقعه بتاعتي فيديوين في الاسبوع. النشاط يعني مش نشاط قوي 3 فيديوهات في الاسبوع. النشاط القوي قوي 4 فيديوهات في الاسبوع. ده كنت بعمله اول ما بدات، كنت اهبل بس الحمد لله عقلت. الفيديو فات نسيت اقول لكم تعملوا لايك، يعني انت عليك ليا لايكين، لايك الفيديو ده والفيديو اللي قبله، اوكي؟ ولو انت عندك فيديو عايز تمنشن لي فيه، ده التيك توك بتاعي، كتروا منشنات عشان نكتر فيديوهات. وقبل ما نخش في منشناتكم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي لاخواتنا في فلسطين. ومعانا اول منشن، تعالى يا جماعه في الشغل. تعالي يا بنتي كده، قربي يا بنتي كده وريني. خير اللهم اجعله خير. ده ايه ده؟ هو ده الشغل؟ دي مرات خط الصعيد ولا ده خط الصعيد بنفسه؟ هي كده عملت حواجبها ولا انت لسه هتصلحي المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ وطبعا لها حق تداري وشها، كلهم مدارين وشهم. شايفين يا جماعه شير العلاج بتاعت الغلابه؟ ايه رايكم يا جماعه في الحواجب؟ ما هم عشان غالبا مش فاهمين حاجه بنضحك عليهم، عامله لهم حواجب تخن الرصيف وتقول لها كده انا عملت حواجبك. صعبانين عليا فشخ. اللهم بارك. لما تيجي شير العراق توريكم الشغل ده. انت شوفي حواجبك عامله ازاي، بني ادمه طبيعيه. ليه بقى عملتي فيهم كده؟ العراق توريكم الشغل ده. ايه ده ايه ده بجد؟ انت كده مش بتسوي لنفسك، انت بتسوي سمعتك. الكومنتات كلها بتشتمها، لقيتهم جايبين سيره باباها ومامتها وجدها جدودها كلهم في الكومنتات تحت. شايفين؟ اللهم بارك شغل العين. بيضحكوا. ايوه هنطلع ترنج بيكي يا حبيبتي. حاضر. بصوا يا جماعه الشغل. تقول لها نطلع ترنج. لا بتهزر، لا يعني استحاله، مستحيل. كل اللي عاوزه تيجي تنور عروض العين. عامله عرض على طلية الحواجب في العيد. واحد بيقول لها شخرت وابويا زعق لي، وريته الفيديو شخر معايا. ده اكتر كومنت محترم شفته. يعني في كومنتات يا لهوي، دي الدعايه الجديده بتاعت اليومين دول، اللي هو اعمل نفسك دعايه سلبيه فيجي لك ناس. هي الناس يا جماعه اللي بتقعد تقول لنا على القطره ايه بيطلعوا يستهزئوا بيا. طب ليه كده يعني؟ طب ليه؟ ما يمكن ظروفي وحشه فعلا وعايزه اعمل عمليه في عينيا ديت اللي انتوا بتقولوا عليها فاصله شحن وبتتريقوا عليا. عينيا تعباني وعايزه اعمل ايه؟ وبشتغل على طول عامله نظافه وبشتغل في البيوت. فيها ايه لما اطلع واطلب المساعده يعني من الناس؟ فيها ايه يا جماعه؟ فيها ايه؟ حضرتك اغنى ناس على التيك توك دلوقتي هم الشحاتين، انت بتشتغلي، فانت احسن من كل دول يا علياء. ما تسمعيش لحد، افتح لايفات على التيك توك ولا يهمك. عايزه حوت. اماني ربنا يسعدك يا اماني. ايه دي علياء؟ ايه مش كبر؟ واحده. هو اللي بيفتح لايفات بياخد فلوس، لكن يعني بالطريقه، يعني بالهداوه، وانت قاعد كده برنس الحيتان بتنزل لك. ما بتشوفيش شاكر والناس دي؟ خلي عندنا فاهم اللي هو شموخ كده واحنا قاعدين في اللايف، تلاقي الحيتان بتنزل والاسود بتنزل، احنا مش واقفين في اشاره، احنا قاعدين في لايف. اوكي علياء؟ ابراهيم دي بتحفقهم. ابراهيم اماني ابعت حوت. ده اسم سيدنا ابراهيم. ابراهيم على اسم سيدنا ابراهيم. حته مدح كده يمكن تبعت حاجه. من السكت لما يجي له حوت واسد تتعشى باسد. يلا دي بتقلبهم مش بتطلب منهم، مش ساكته اللي ما ينزل حوت واسد عشان كنت ناسيها. هي تقريبا مش فاهمه الاسد اغلى من الحوت. عايزه حد يدعمني، بجهز نفسي لسه ما جبتش حاجه والله. يا علياء بالطريقه انت ليه مهمكه كده؟ واحده. دوبك اللي معايا يجيب مفروشات، والله عايزه اجهز نفسي. يلا يا جماعه. يا دوبك اللي معاه بس يجيب مفروشات، لسه الحلال والستاير وطقم النيش لسه ليله سودا. يلا يا جماعه، وعايزه اعمل عمليه ارتخاء في الجفن. يلا عايزه تسفري ابن خالتك الامارات بالمره عشان نفتح لايف والمرد السحري قدامنا نطلب منه. تمام. جابت الطرحه التايجر وانا لسه ما جبتهاش. لايفات التيك توك بتخلي الواحد يعدي في حته تانية. ايه حلمودي، الاجازه داخله علينا وعايزين نعمل ترند بقى. قشطه يلا بينا، بس قولي لي ايه اللي في دماغك. انا في دماغي عربيه مرسيدس وشي كلاس وفيلا بمفيده. يا امول انا مش قصدي نفسك في ايه، انا قصدي هنعمل ترند عن ايه. هيكون ايه يعني؟ هنتطلق يا حلمودي. حليم وامل حوارهم حقيقي، لكن هم مستغلينه ان هو يبقى ترند. مش هو طلع وضح وجاب لك سنه الطلاق، خلاص يبقى الموضوع حقيقي، لكن هم اخدينه في ترند اللي هو ردودنا قليله جدا، ما بنوضحش عشان الناس تفضل تتكلم. ما ليه كنت توضح من الاول؟ لكن هي جيبس بياخد الموضوع في سكه تانية علشان يجيب ريتش. هو كمان جيبس دماغه صفرة في الترندات، فهو يعني يفضل يعاند ويفضل ياكد الفكره بتاعته، لان هو ريتش في الضياع. اصل مش عارف يطلع تاني مراته ويعمل بقى حكايات، لان هو خلاص بقى مهروس في اي حاجه. تجيب راجل يحضنك انت؟ ايه يا حلمودي اللي انت بتقوله ده؟ انت مش بتغير عليا يا راجل ولا ايه؟ المشكله والعجيب في جيبس ان هو عمال بيتكلم في اعراض، وان هو اصلا يعني كان ماسك عرضه هينه حرفيا، وابوه كان طلع يتكلم عليه وقال ابني بيعبد الجنيه ولا مش عارف بيعمل ايه. يعني هو حرفيا مش على راسه واضحه، هو ايه راسه مفتوحه دلوقتي. طلع بيهاجم في واحد الحوار بتاعه حقيقي وفي نفس الوقت ترند. فانا عايز اشبك معاه، عايز الم اي حاجه كده من اللي بتوعه. يقول لك انا طالع انضف الميديا مش هخلي فيها حد. غير ايه يا اموله؟ ده احنا متجوزين ترند ومخلفين ترند
وانت نسيتي؟ طب انت عرفت منين كل المعلومات دي يا جبس؟ طب انا ممكن اقول لك انت اخد مراتك ترند بأمارة ان انا اعرف حاجات كتير قوي عنك على فكره، مش عارف انت شايفها اتكلم في اعراض، انا مش شبهك. انا ليا صاحبي في الجيم شغال في التداول وبيكسب فلوس كتير من النصب على الناس. انا مش فاهمه حاجه. افهمك يا اموله، انا هعمل معاه ديل انك هتشتريه وهتجيبي له ناس كتير يتابعوه، فبالتالي هيكسب اكتر. يا عم انت مفيش كده، مفيش السيناريو اللي انت راسمه في دماغك ده. انت ممكن كانت الفكره دي جات لك في دماغك وممكن تعملها، دي حاجه ترجع لك، لكن ان هو يعمل حاجه شبه كده هو وراك قسمه الطلاق، فانت خلاص ما عادش ليك حاجه انت تتكلم فيها ان انت تجيب صيغه عرضه بقى وتقعد تقول ان انت متفق مع واحد وجايب مراتك. فالحجه اللي احنا كنا بنتكلم بيها اللي انت اكد لي ان انت فعلا طلقت مراتك وخلاص ورينا القسيمه، انتهى الموضوع. لو رجعوا لبعض وفعلا الموضوع كان ترند ساعتها نطلع نتكلم ونقول اللي احنا عايزينه فيه، لكن هو حاليا موضوع حقيقي. يا ابن ليه يا حلمودي ده جامد قوي. جدك ما مش قادر اكمل الفيديو وهو بيتكلم بالطريقه المتنيه دي. انا بحترمك، لكن لا مش بحترمك ليه؟ يعني اطلع قول انا بنضف الميديا وكده لو انت ما بتطلعش مثلا اهل بيتك، لو انت ما كنتش تاجرت بيهم 60 مره قبل كده، انت عملت كل ده حبيبي. ولا اللي بيقول ما بيعملش يالا ما تحطش حياتك قدام العلن وتيجي في الاخر تعاتي ان الناس بتتدخل فيها، فهو كده واعرف انت بتتعامل. هو بيتكلم كده ليه؟ والله لا نطة في الميديا من القلب باكل عرب من البلد. تن ترارارن تن تن الملعب ولا خفة دم الناس اللي عندها 70 سنه دي بكرهها بجد. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. بقيت بكره عمايل الفيديوهات دي. شفت الكورونا اللي راجعه تاني؟ ما شفتش؟ تعال الناس في جنوب شرق اسيا اتفاجئوا ان الكورونا رجعت تاني، وان الكورونا زادت في هونج كونج من 1.7 ل 11% في شهر واحد، وان الاصابات في سنغافوره زادت باكتر من 28%، وان حالات الاصابه المؤكده عندهم وصلت لاكتر من 214,000 حاله. ليه بتقول الخبر وكأن في فنان بنحبه راجع تاني لينا نعمل حفله هنا؟ حاسس في سعاده كده وفي حماس في الخبر، دي مصيبه، ما اعرفش ليه طريقتك عامله كده. الحالات اللي دخلت المستشفى زادت بنسبه 30%، وقالوا ان كل الحالات دي هتزيد في فتره الصيف عشان الكورونا بتحب الصيف. الاخبار بتقول ان هم متكتمين على الرقم الحقيقي دلوقتي لغايه ما الدنيا تولع في الصيف باذن الله. انت بقى باذن الله فرحان، مش عارف في سعاده هارمه ان في كورونا جايه. تفتكروا هيلغوا المدارس ويقعدونا في البيت ولا لا؟ ده اللي همك؟ هنموت حضرتك. لا المدارس وهيقعدونا في البيت ولا لا؟ هي الامتحانات عامله فيكوا ايه يا شباب؟ يعني حتى في الكومنتات يعني الامتحانات هتتلغي في كورونا بنقول لك. لو انتي بقيتي حيوان تحبي يبقى نوعك ايه؟ لعبوعة 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 شرسة لعبوعة ايوه شرسة لعبوعة تمام لعبوعة يلا لعبوعة. هي قالت كده بجد؟ ده ايه ده؟ يا نهار اسود. سمعتهاش بالمعنى تاني، قالت يعني لا بو كده مش الشتيمه، لا كده المعنى الحقيقي، لا عدها العيب. العقاب بتاع النهارده هيكون ايه يا عمده؟ هيكون ايه يا محمد؟ العقاب لا، يا بتاع- عماد هيكون غمض عينك. يا ترى هيكون يا ترى هيكون ايه لك؟ هو العقاب ان هو هيضربه بالحزام، مش عقلك ما يروحش في حته تانية. ما هو في الحقبه الزمنيه دي ساعتها كان في حسن نيه، ما كانش في سوء نيه وساخه زي دلوقتي. زمان لما كان ساعتها الفيديو رياكت ان انت تتكلم على حد ده كان بيبقى زي جريمه كده، او الحد ده ممكن يقلب الدنيا عشان يجيبك. محمد ده كان اول حد اتكلم عنه، كلمني وكان متعصب جدا وهجيبك، وبعد كده حلينا الدنيا بشكل ودي والدنيا بقت احسن بكتير. لكن دلوقتي الناس بقت رويحه قوي، تفرح لما حد يتكلم عنها. الناس اللي طالبه عروض حاجب وحاجب عليه هديه، ايه رايكم في الترند؟ ده جامد، ناخد 2 يعني 4 كده، يبقى 4 فوق بعض. حاجب وحاجب عليه هديه، ايه رايكم في العروض يا جماعه؟ نعمل العرض ده، اول زبونه تعمل الترند اهي. اكيد الاستاذه كفيفه صح؟ ما بتشوف يعني هي دي منظر بس. ايه الحلاوه دي؟ زبون حلاوه ايه؟ انتوا بتتكلموا بجد؟ دارك ويب، ايوه ده، ايوه هو ده الدارك ويب. عمري ما افتريت على حد وعمري ما بدات الشجار مع حد ولا قليت ادب. لو انا كنت من طفلا شابا ما بشتمش، ما اعرفش اشتم. حتى هتلاقوني في بدايه الشتايم عندي تلاقوني بتعلسم في الشتيمه. تلاقوني في بدايه الشتايم بتعلسم، يعني كان لسه يقول يا ابن الملا يا ابن العقب كده، كان لسه يعني مبتدئ شتايم، لكن حاليا ما شاء الله تطور جدا. اللي كان بيتابعنا في البثات والمشاكل هتلاقيني بتعلسم وبتخنق اول ما اشتم، انا بتخنق من نفسي. لكن دلوقتي الحمد لله بقيت مكنه قاذفه للشتايم. لو بيقول لك الحمد لله بقت مكنه قاصفه للشتايم، بحيث ان ربنا رزقه بيها. الحب ده جميل. القلب بيوم بيدق دم. انا خايف ابص لك كورونك تيجي في عيني يا فنان. اصل انت لو مشيت ورا قلبك يا اخويا هيفشخك. هتمشي بقى ورا ايه؟ امشي ورا مخك يجيب لك ايه؟ يجيب لك هايدي، فيجيب فيو اكتر، فيجيب فلوس اكتر، صح؟ يجيب لك كل حاجه، اسالني انا ويجيب لك الفلوس.
ويجيب لك ها انتوا فاهمين قصدي ايه كويس؟ يجيب اللي عمال بيعمل بايديه جنبه ده اللي هي هايدي بتديك ايحاءات بايديها، ايحاءات وسخه، انت متخيل؟ جبنا القريش والبيض المسلوق ويخربش يخربش 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 يخربش. يخرب بيتكم انتوا ايه ده؟ طايقين نفسكم ازاي؟ اللي بيتابعوكوا دول عايزين يناموا على بطنهم ويتجلدوا على اللي بيعملوا في نفسهم ده. قعدت مع ناس عندها قدرات مختلفة عن البشر الطبيعيين، قعدت داخل وخارج مصر. ايه القدرات اللي عندهم؟ انا بعرف اعمل بومبا وقت ما بكون عايز، والله ما بهزر بجد. ممكن نعتبر دي قدره خارقه. القدرة على تحريك الأشياء مثلا. تحريك الاشياء ممكن يبقى مخاوي. بيحركها ازاي؟ بيحركها من خلال التركيز والقدرة العقلية نفسها. لكن أقصى حاجة شفتها، حرك حاجة قدامك؟ أقصى حاجة شفتها كان إن هو قدر إن هو، ودي كانت عامل في تجارب قبل كده، إن هو يحرك ورقة وما كانش فيه أي هواء ولا أي حاجة خالص، حركها قدامنا ومن غير تعامل مع الجن والكلام ده كله. انا بعيد ان احنا بنتكلم على قدره عقليه، هل ده موجود؟ يعني بجد انت مقتنع ان في قدره عقليه تقدر تخليك تحرك حاجه من مكانها؟ والله العظيم 3. انت عارف انت بتقوله ده بتخليني اللي هو اهد كل حاجه انا كنت بناها لك ان انت فعلا بتفهم في حاجات معينه وحاجات لا. ورقه عاديه مكرسه حطيناها قدامه، وهو كل طلبه قال ان احنا بس ما نتكلمش، وهو بتركيزه العقلي نجح ان هو يقوم بثنيها ثم تحريكها. تمت ثانيها الجزء بسيط خالص ثم اتحركت من مكانها. هتقولي حرك فمه بهوا؟ لا، لان كانت بعيد عنه واحنا قاعدين شايفين وقاعدين بنتفرج، وانتوا اللي جايبين الورقه فهو ما ربطهاش بحبل، ما خالص. عملش حاجه. لا 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 خالص، احنا اللي كنا جايبين الورقه من الكراسه 9 اسطر بالاماره للتاكيد بس، وكان كشكول 60 بس عشان المصداقيه. خدنا الورقه حطيناها تناها رجعها من غير ما يجي جنبها. اعجاز. حضرتك بتتفرج على فقرات السحر في البرامج بتاعه المواهب والحاجات دي، بيعملوا الحاجات ده عادي، فممكن تكون دي حاجه شبهها، او يكون هو مخاوي. حتى لو هو كان مخاوي انت كنت تعرف منين ان هو مخاوي؟ مفيش حاجه اسمها عندي قدره عقليه تخليني اعرف احرك حاجه من غير ما المسها، وكمان بدون تدخل جن. هل زي ده في كتير؟ طبعا، لكن الناس بتخاف تتكلم. ليه؟ مش هيتصدقوا. ليه مش هيتصدقوا؟ مش هو وراك يبقى نصدقه. دكتور انت مش الدكتور بتاع زمان. هشرح لك ليه. لان الوطن العربي مش جاهز 100% صح لسماع هذه التجارب ولا الاقتناع بيها. فعلا عندك حق، محتاجين نروح الكوافير الاول عشان نكون جاهزين، وبعد كده نطلع بقى نستقبل الناس اللي بتحرك الاشياء من غير ما تلمسها. يعني ايه الوطن العربي مش جاهز انه يشوف حد بيعمل حاجه شبه كده؟ ما لو في حد كده يبقى هو فريد من نوعه، فاكيد هيورينا حاجه شبه كده. ده هيوريها للناس، يبقى مكشوف من ايه؟ هو هيوريها لنا؟ واحد بيقول لهم نفسي احشش مع الدكتور محمود صلاح. مؤاخذه يا دكتور، انت لو سمحت لهم بكده، يعني ايه واحد بيحرك حاجه من غير ما يلمسها؟ دي دبوسه، دي اللي في ايدي دي دبوسه. اف لا تفكني. الرز الاصفر ده رز بسمتي، يعني ايه؟ يعني انت بتاكل تعمل كده. طب لو في رز ضحكاتي تعمل كده. اموت الشمامية. قتلتني يا بيدي. طب يا شباب حد يقول لي اجيب دي ازاي بالعصيان؟ اجيبها ازاي بالعصيان؟ اجيبها ازاي؟ حرام عليكم يا صينيين بقى، ما تتعبونيش بقى. ايه رايكم؟ لازم كمان يعني من واجبي ان انا برضو اعلمكم الاتيكيت، اقوم اخدها بالمعلقه، فاهمني؟ المفروض ما تمسكهاش خالص بايدك، معلش لا ما ينفعش. يبقى ايه، نحاول ايه ناخدها كده، ممكن برضو نستعين بالايه بالسكينه عشان نظبط الزوايا. تمام حلو كده. وبعد كده تقوم ايه تاكل. طبعا منظرك هيبقى وحش وبقك برضو ايه هيتعكعك، فتقوم تمسك بايدك وتاكل عادي. ايه الهدف من الفيديو ده؟ اقسم بالله من اجمد الناس اللي عدت على السوشيال ميديا كلها، فدا عضلات. فتح لايف علشان اكل شلاميطو بالحنيطه التركي. تمام. الف انا يا معلم. والقلة دي شلاميطو بالحنيطه التركي جامده جدا يا جماعه. انت دلوقتي بتاكل شلاميطو، مين اللي شلمطها لك؟ مين اللي عملها لك؟ يعني سواها لك ازاي عشان توصل لدرجه الشلاميطو التركيه؟ ده اكله تركيه صعبه، فاهم؟ لازم اللي يعملها يكون حد شلاميطو جدا، يعني يكون متربي من هو صغير شلاميطو يعني. وانت ما شاء الله اكبر، يعني وشك بيبظ شلاميطو. يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ انا صاحيه يا جدعان في نومي، لا يا عيالي قاعدين بيصوتوا. انا لا يا عيالي قاعدين بيصوتوا بيقولوا لي الحقينا يا ماما الاوضه بتتعذب بينا. ده الزلزال. يعني انت عامله فيديو بتندبي فيه الزلزال، بتاخدي حقك يعني وحق عيالك. طب لو الزلزال اللي حصل دلوقتي المفروض يعني حصل زلزال ناخد عيالنا ونطلع نجري. استنى عيال كده اقعدوا في جنب نعمل فيديو بقى عن الحوار ده، يعني ايه زلزال يهز بيتش؟ ناخد عيالنا بقى ونطلع نجري. ايه كفه الزلزال ديت؟ انا عايزه افهم. كشت هي عند كل الناس ولا عندي انا بس؟
ردوا عليا وقولوا لي هو تقريبا مفيش زلزال، هو صوتك هو اللي هز البيت يعني. طب ما تسالي الجيران يعني، شوفي عندهم زلزال ولا لا. انا هعمل فيديو المتابعين اقرب من الجيران. لا حول ولا قوه الا بالله. نفسي اكشف على مخكم على حسابي والله، اكشف لكم. اوكي يا شباب، فلنستكفي بهذا القدر. لو انت كملتي معايا لحد الدقيقه دي، لا تفتح في منتدى كويس وتقدر تقلب في الفيديو. وي ما تنساش باي باي.